ورحمة الله وبركاته. هنعمله مع بعض طاجن السبيط بس على البوتاجاز في الحلة بطريقة جديدة وجميلة منتهى الجمال. معانا هنا ده كيلو ونص بالصلاة على النبي سبيط كاليماري. معانا طماطم، فلفل، بصل، مقدار ميه بسيط يعني بالظبط اقل من نص كوبايه، توابل سمك، كمون، ملح، وشطه حمراء، ومعانا توم باودر. اول حاجه هنعملها هناخد البصله دي ونيجي على النار نديها صدمه، نمسك كده لحد ما اللون بتاعها يتغير ويبقى جاي على اللون الوردي. البصله اخدت لون، اروح جاي مسمي الله ومنزل السبيط زي ما انتم شايفين، واخد صدمه حلوه مع التوابل بتاعتنا. مقدار ميه بسيط لان هو بينزل ميه، نديله تقليبه كده ونخليه بس ايه ياخد تشميعه في النار، واروح جاي منزل الطماطم والفلفل. بعد ما اخد لون بالشكل الجميل ده، وانا ما رضيتش احط له ميه ياما ليه؟ عشان بصوا زي ما انتم شايفين هو بينزل ميه من السبيط الكاليماري. اروح جاي في على حسب بقى الاكل اذواق، بس انا بفضل اللي الطماطم تبقى متقطعه لان بتبقى مديه شكل جميل قوي. اروح جاي نازل كده ومديها تقليبه بسيطه كده، واروح جاي قافل واسيبها تدخل في السوا واوريها لحضراتكم. لما طلع بالشكل الجميل ده هنصبوه كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول لكم على حاجه، الريحه فوق الجمال يعني مش بزياده، فوق المراحل بياما كمان. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، وما تنسوش اشتراك القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.